شوبير بيوصل رسالة مهمة قوي لينا احنا يا رجالة. اه والله لينا احنا، اسمع كده. اقولها ولا ما اقولهاش؟ هو ليه في البعض شاغل نفسه بالنادي الاهلي؟ حضرتك عندك ناديك، نادي كبير وجميل وعظيم، يعني ما توفر نصايحك لناديك، يعني وفر نصايحك لناديك طالما انت جاهز وطالما انت علامه وطالما انت يعني شاطر كل هذه الشطاره. فانا بأناشدك وبأرجوك وبطلب منك ان خد كل خبراتك العظيمه الرائعه دي واديها لناديك. والله انا بكلمك جد بنصيحه امينه. طول بدل ما انت بعدين يقول لك اصل شوبير بيلقح، انا ما بلقحش، انا بعلق على كلامك، والله ما بلقح خالص. ولقح ليه يعني؟ مش محتاج. لكن انا بقول لك الكلام الصحيح، خليك في ناديك. يا راجل هتعمل لي فيها طيب وتخش لي بالسبحه وتقول لي ما بلقحش؟ ايوه بتلقح وانت عارف ان انت بتلقح. ده انت اما جبت صفقه بن شرقي طلعت في الاستوديو عندك وفضلت تقول ايه ده؟ ايه ريحه الشياط دي يا جماعه؟ في شياط؟ في حاجه؟ في حاجه؟ وسافرت امريكا تقول لك في ناس غلبانه في مصر، ما اعرفش الناس المحليه الغلابه اللي في مصر. ده انت بتتكلم عن الزمالك اكتر ما بتتكلم عن الاهلي يا راجل في قناه الاهلي. واعلان اتصالات اللي عمل اهانه لجماهير نادي الزمالك انت طلعت في برنامج قلت عادي يعني يا جماعه في ايه، اعلان ودمه خفيف ولذيذ. هتعمل لي فيها البلاك البريء؟ طول ما انت حاطط الزمالك في دماغك احنا مش هنحلك، كلنا مش هنحلك.